السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة على قناتكم طيور فوق السطح. يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسلامة، ويا رب دايما مشاريعكم في تربية الطيور تكون ناجحة ومحققة ليكم كل اللي انتوا بتتمنوه. النهاردة جايين نتكلم عن موضوع مهم جدا 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 هيساعدنا في زيادة إنتاج البيض، تمام، في الفترة القادمة. تمام. طبعا الفترة القادمة مشكلة كبيرة فيها ألا وهي إن الطيور بتاعتنا هتعاني من خلل في درجات الحرارة وارتفاع في درجات الحرارة. درجات الحرارة لما هترتفع هتؤدي إلى حدوث مشاكل بالنسبة للطيور، وهتؤدي إلى حدوث بعض الأشياء كده اللي هتعطل إنتاج الطائر. فأنت إزاي بقى إيه تزود إنتاج البيض في الفترة دي؟ عن طريق بقى بعض السبل والطرق اللي هتحافظ على الطائر. ده موضوعنا النهاردة، لأنه موضوع في غاية الأهمية بصراحة، والطرق اللي هنقولك عليها هي طرق مجربة وكل الناس بتستفيد بيها. قبل أي حاجة اعمل لايك على الفيديو، اشترك في القناة، فعل زر الجرس علشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة أول بأول. ويلا بينا ندخل في الموضوع على طول. احنا عارفين كويس قوي يا جماعة ان درجات الحرارة متحكمة بشكل رئيسي في صحة الطائر وفي إنتاجية الطائر. مش حاجة كده يعني انت يعني هتلاقيها كده ايه بتعدي وبتمر مرور الكرام على صحة الطيور بتاعتك. لا، دي حاجة بتتحكم بشكل رئيسي في صحة الطيور وفي انتاجية الطيور. فما ينفعش ان حضرتك بأي شكل تهمل هذه النقطة. نقطة ايه؟ نقطة درجات الحرارة. تمام. درجات الحرارة بدأت تكون مختلفة عن السابق. دلوقتي درجات الحرارة بدأت بتبقى بالنهار حر وبالليل يكون الجو لطيف نسبيا. حلو. بالنهار حر وبالليل يكون الجو لطيف نسبيا. قبل كده من كام اسبوع كان بالليل برد جدا وبالنهار برد خفيف حتى في وجود الشمس. تمام. الجو اللي كان بالليل برد جدا ده كان ممكن يتعب الطائر ويقلل انتاجه كل حاجة، الا لو حافظت على الطائر بقى من البرد ده عن طريق الحاجات اللي بتدفي. انما المشكلة القادمة ان انت ازاي تحافظ على الطائر من الحر ومن ارتفاع درجات الحرارة. تمام. ازاي تحافظ عليه نهارا تحافظ عليه من الشمس ومن الحر، وفي نفس الوقت تقدر تديله فرصة بالليل ان هو يتنفس ويتحرك. لان الموضوع مش سهل، الموضوع محتاج برضو يكون عندك خبرة ازاي تتعامل مع الموضوع ده. وقبل ما اقولك الحلول محتاج اقولك تبعد عن ايه في الاول. في حاجات ما ينفعش تقدمها بالنهار في الجو اللي احنا فيه، ما ينفعش تقدمها بالنهار خالص. تمام. اي اكلات ساخنة ما تتقدمش بالنهار. اي اكلات ساخنه ما تتقدمش بالنهار. انت بتقدم بالنهار ايه؟ الخضروات. الخضروات تتقدم بالنهار. تبعد عن الاكلات الساخنه، تبعد عن الاكلات اللي فيها شطه، تبعد عن الاكلات اللي فيها فلفل اسود، تبعد عن بعض الاعشاب الساخنه اللي ممكن ترفع من درجه الحراره. الحاجات دي كلها مهمه، مش كماليات، لا، حاجات مهمه جدا وهتساعد الطيور بتاعتك بشكل كبير خالص ان هي تقاوم اي مشاكل ممكن تحصل لها الفتره القادمه. تمام. فابعد عن الشطه والفلفل الاسود واي من الاعشاب الساخنه او الاكلات الدافيه مثلا او الساخنه اللي كنت بتقدمها قبل كده علشان تدفي الطيور. هنبدا بقى نمنع كل الكلام ده او نقدمه بضوابط لما الجو يبقى لطيف بالليل مثلا او اي حاجه من هذا القبيل. تمام. فاحنا في الاول لازم نبعد عن الحاجات دي قبل ما اقول لك الحل بتاع مقاومه الحر والاجهاد الحراري القادم على الطيور بتاعتنا. عشان نزود انتاج البيض طبعا لازم نقاوم الاجهاد الحراري. طيب، ايه بقى اللي هنعمله علشان خاطر نقاوم هذه المشكلة؟ الموضوع بسيط خالص. كل اللي عليك دلوقتي ان انت تاخد بالك ان المشكلة بتكمن في الشمس بتاعة النهار. الشمس بتاعة النهار بتكون ساخنة جدا. الشمس بتاعة النهار بتكون صعبة، يعني من الصعب ان الطائر يتحملها. اذا فانت عليك ان انت تعمل ايه؟ تعمل سقف يحافظ على الطيور. ده اول حل لازم تعمله. هتعمل سقف يحافظ على الطيور، والسقف ده يكون متحرك وقابل للازالة. يعني تقدر تحطه وتحوشه، تحطه على السطح وتحوشه. ليه هنعمل كده؟ هنعمل كده لانه بمنتهى البساطة. تمام. انت محتاج تحافظ على الطيور من شمس النهار، وفي نفس الوقت تدي فرصة للطيور ان هي ايه تاخد شوية طراوة بالليل. يعني تفسحهم بالليل كده،
تمام، تطلعهم من غير سقف بالليل، انما بالنهار انت بتحط عليهم السقف ده علشان خاطر الشمس ما تخبطش فيهم بشكل مباشر، لان الشمس المباشرة هتبقى الفترة القادمة تمام صعبة على الطيور وممكن تؤدي الى حدوث اجهاد حراري، زي بالظبط الهواء المباشر في الشتاء. يعني في الشتاء الهواء المباشر بيعمل مشاكل برد، في الصيف او في الحر بشكل عام الشمس المباشرة بتعمل مشاكل. حلو. ومش لازم ننتظر بقى ايه ونقول ان الربيع الجو فيه كويس والكلام ده كله، لا. الربيع بيكون بالنهار في ايام كتيرة بتبقى حر، بالنهار ايام كتيرة بتبقى حر في فصل الربيع. ما ينفعش انت تتعامل بالمسمى وخلاص احنا في ربيع فالطيور هتتحمل، لا، الكلام ده ما بيحصلش. الطيور بتتحمل الجو او ما بتتحملش الجو. الجو ايه بقى، ظروفه ايه، تفاصيله ايه، ده موضوع تاني. فمهم جدا ان انت تاخد بالك من كل هذه التفاصيل لانها تفاصيل مصيرية بالنسبة للطائر بتاعك. تمام. ف ده اول حل، ان انت ايه تعمل سقف قابل للازالة تحطه بالنهار وتحوشه بالليل. في حاجة تانية مهمة جدا لازم تفكر فيها انت كمربي، وهي توسيع المكان على الطيور. الطيور مش هتقدر ان هي في الجو الحر ده تقعد في مكان ضيق او مكان زحمة عليهم. عندك عدد طيور معين، حاول تعمل مساحة على قد الطيور بحيث ان هم يبقى عندهم الفرصة والامكانية ان هم يتحركوا بالراحة، ويبقى في مسافة بين كل طائر والتاني. لان الحر بيعمل مشاكل افتراس بين الطيور لو الطيور دي مفيش مساحات ما بينها. فلازم حضرتك تحافظ على موضوع المساحات ده، ويكون المكان واسع، تحاول توسع المكان قدر الامكان. تمام. ده بنعمله علشان برضو نحافظ على الطائر من الاجهاد الحراري، ولما هنحافظ عليه من الاجهاد الحراري احنا كده بنحافظ على انتاج البيض بشكل مباشر. خد بالك، لان الاجهاد الحراري ده معناه ان الطائر مش قادر ينتج على فكرة، لانه مادام جسمه مجهد ومش قادر يمتص الاكل ويستفيد بالاكل، وشهيته هتفقد لما يجيله اجهاد حراري، ممكن يجيله امراض تنفسية او يجيله التهابات او كل الكلام ده هيحصل للطائر لما يجيله اجهاد. فمهم ان انت تبعد عنه الاجهاد ده عن طريق الحلين اللي احنا اتكلمنا عنهم. لكن طبعا في حلول تالتة مهمة في بعض الأكلات والمشروبات اللي بتحافظ على الطائر من الإجهاد الحراري، زي العرقسوس. واحنا داخلين على رمضان، كل سنة وانتم طيبين. العرقسوس ده شراب مهم جدا، بيحافظ على الرطوبة جوه جسم الطائر وبيحافظ عليه من الإجهاد الحراري. برضو في بعض المشروبات التانية زي النعناع، زي الكركديه. الحاجات دي كلها بتحافظ على برودة جسم الطائر وهتحافظ عليه من مشكلة الإجهاد الحراري، وكل ده هيؤدي إلى زيادة في إنتاجية البيض بشكل ملحوظ. ده كان الفيديو. ما تنساش تعمل لايك على الفيديو، اشتراك في القناة، تفعل زر الجرس علشان توصل لك كل الفيديوهات الجديدة أول بأول. ونشوفك على ألف خير في حلقات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.